فاض الحنين فماذا يفعل الدنيف يا كعبة الله إني مسني التلف يا كعبة الله هذا النأي بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حجاجنا الأكارم، من الأركان التي اتفق عليها أهل العلم أنها ركن من أركان الحج. أهل العلم اختلفوا في موضوع الأركان، فهناك بعض الأعمال يجعلها بعض الفقهاء ركنا كالسعي مثلا، ويجعلها بعضهم واجبا. لكن هناك أركان اتفق عليها أهل العلم، وهي الطواف، وأقصد هنا طواف الإفاضة من عرفة. الطواف هو الدوران حول الشيء، وفي اصطلاح أهل العلم هو الدوران حول الكعبة أسبوعا 7 أشواط، ولذلك فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة ورفع الله له درجة وكتب الله له بها حسنة وكان عدل رقبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الطواف أنواع. هناك طواف القدوم يصنعه الحاج الذي نوى الحج فقط، لم ينوي العمرة. عندما يأتي مكة يذهب يطوف طواف القدوم، وهذا سنة بمثابة تحية المسجد، كأننا نصلي تحية المسجد. في الحرم المكي الأصل في تحيته الطواف وليس الصلاة، كما في باقي المساجد. وهناك طواف اسمه طواف الركن. طواف الركن هذا عندما نؤدي العمرة، إنسان منا أحب بعد 2 أو 3 من الوصول أن يذهب إلى الحل، إلى مسجد السيدة عائشة، أو إلى الجعرانة، إلى منطقة الحل، وهذا سأذكره إن شاء الله عز وجل لاحقا. هناك ينوي العمرة، يكون لابس لباس الإحرام، ينوي العمرة عنه أو عن غيره من أهله وأحبابه الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، ويرجع يؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فهذا أيضا ركن في حقه. وهناك طواف الركن للحجيج كلهم، هو الطواف الذي يكون عقب الوقوف على صعيد عرفة، نسأل الله أن يبلغنا ذلك، فهذا اسمه طواف الركن. إذن الطواف ركن من أركان الحج، والركن ما لا يقوم الشيء إلا به، أي أنه إذا لم يؤديه الحاج فلا يصح حجه، يبقى حجه معلقا. والطواف 7 أشواط، 7 أشواط يكون في المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة حرسها الله سبحانه وتعالى. هناك تفصيل كبير عند أهل العلم، هل الطواف كل أشواطه ركن أم الأشواط الأولى 4 والباقي واجبات؟ تفصيل كبير عند أهل العلم. المهم أن نفهم أن الطواف، هناك طواف النافلة أيضا. عندما يأتي الحاج إلى الحرم لا يريد أداء العمرة ولا يريد أداء مناسك الحج، لكن يريد أن يطوف بالبيت 7 أشواط، فهذه النافلة نافلة صحيحة ومقبولة وفيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هناك أجر خاص للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة المشرفة. نسأل الله أن يبلغنا ذلك مع تمام العافية والإكرام، والحمد لله رب العالمين.